السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هنعمل وصفة تحفة جدا. طبعا احنا بقى في الحر وعايزين ناكل كده اكل يعني ما يكونش مسبك وما يكونش فيه تفاصيل كتير، وفي نفس الوقت برضو يعني يكون اكل طعمه حلو ويكون خفيف على المعدة برضو ما يتعبهاش. هنعمل النهاردة وصفة رهيبة. يلا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عاملة ازاي. اول حاجة هجيب هنا يعني شوية من البطاطس، اي كمية انت عايزاها، وهستخدم القطاعة دي لان هي بتخلي شكل البطاطس حلو قوي. انا بحب استخدمها كده، بتدي شكل مختلف للاكل يعني. هي بتبقى نفس الاكلة بس تفاصيل بتفرق معاها كتير. هي طبعا قطعة المخلل. بعد كده بقى هحطها كده في بولة، يعني علشان اقدر اتحكم فيها واقلبها كويس وانا بحط عليها بقية التوابل والمكونات بتاعتها. هبدأ بقى اجهز معايا التتبيلة. هجيب حوالي 3 معالق من الصلصة، وهحط عليهم ملح وزعتر وبابريكا وفلفل اسود وكمون وحوالي فصين 3 من الثوم المهروسين. هحط بقى المكونات دي كلها على الصلصة اللي معايا، نص معلقة صغيرة من كل نوع من التوابل والملح حسب الرغبة. بعد كده معلقتين او 3 كبار من الزيت، حطيتهم في نفس الطبق بتاع الصلصة، وهحط عليها يعني حوالي نص كوباية مية. هقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس قوي، يعني لحد كده ما التوابل تمتزج مع الصلصة. على البطاطس بقى اللي انا قطعتها هيكون معايا هنا دبابيس من الفراخ، ممكن تستخدمي فرخة كاملة، ممكن تستخدمي صدور، يعني براحتك، ممكن تستخدمي اجنحة، هتمشي معاكي في اي حاجة. بس لو اي حاجة غير الدبابيس يفضل ان انت تعملي لها فتحات كده بالسكينة عشان تتشرب التتبيلة. طبعا الدبابيس دي كان مقاساتها صغيرة، وزنها صغير يعني، فعلشان كده ما عملتلهاش فتحات ولا حاجة. هبدأ بقى احط عليها الخليط ده واقلبها كويس قوي كده من فوق لتحت، يعني علشان كلها تاخد من نفس الخليط. هجيب بقى اي صينية عندي تدخل في الفرن، صينية تيفال، ألمونيا، بايركس، اي حاجة هتقضي الغرض. هحط فيها كده شرايح من البصل، ممكن تقطعي البصل برضو مكعبات عادي مفيش مشكلة. هرص بقى عليها البطاطس، حلقات البطاطس دي. آم، الفكرة في رصها ان هي يعني علشان تستوي معايا، وعشان في نفس الوقت لما اطلع الصينية يكون شكلها حلو وتكون يعني مرتبة كده ومنظمة. برضو هبدأ ان انا ارص عليها الدبابيس. بعد كده بقى حلقات كده من الجزر دي، طبعا اختياري يعني، هي بس بتدي شكل حلو ويعني بتنكه الطعم شوية. طبعا لو مش متوفرة ممكن تستغني عنها عادي. احط كده 3 فصوص من التوم برضو طعمه مش هيبان خالص، يعني هو هيفرق في الطعم شوية. بعد كده حلقات برضو من الفلفل، ممكن تحطي قرن فلفل عادي سليم زي ما هو، برضو ده كله علشان الشكل الجمالي للصينية. طبعا العين بتاكل قبل الفم. بعد كده حلقات كده من البطاطس، من الطماطم. وبعدين هنزل بقى بقية الصوص بتاعنا اللي احنا الخلطة يعني اللي احنا عملناها في الاول، احطها كده على الصينية. مش هزود مية تاني ولا حاجة، لان الخضار ده كله هينزل ميته وهيسوي الفراخ وهيسوي البطاطس. بعد كده بحطها بقى على الرف اللي في النص، يعني على درجة حرارة متوسطة على حسب الفرن بتاعك. اول ما بتدخل كده في السوا بحطها تحت الشواية، تاخد لون ذهبي حلو كده، وبعد كده بطلعها. عملت طبعا معاها شوية رز بشعرية، وممكن تعملي جنبها سلطة برضو هتبقى حلوة قوي. تعالوا بقى نشوف شكل الصينية التحفة الجامد ده. بصوا انا عارفة ان ريحتها وصلت لكم. ممكن بقى تحطي الصينية زي ما هي كده على السفرة، او تفضيها في اطباق، هي بس هي شكلها حلو فتحطيها زي ما هي، وكل واحد يقطع منها زي ما هو عايز. طعمها رهيب، سهلة جدا، ما بتاخدش وقت خالص، مكوناتها بسيطة يعني ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة، بس بجد حرفيا هتاخدكوا في حتة تانية خالص. ميزتها ان هي برضو خفيفة، مش متسبكة ولا اي حاجة. بصوا بقى الفراخ دايبة ازاي والبطاطس مستوية ازاي، ما بتاخدش وقت خالص، يعني ده بقى غدا المستعجلين. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.